لو هنعمل شفاطات في السقف فلازم نعمل فتحة كور 5 بوصة في الحيطة قبل ما نشتغل في بند السيراميك أو بند الجبسون بورد. طيب ايه أفضل مكان نعمل فيه فتحة الكور دي؟ أفضل مكان نعمل فيه فتحة الكور هو تحت السقف على طول زي ما انتوا شايفين كده، وده لأكتر من سبب. أول سبب وده معماري علشان نقلل سقوط الجبسون بورد. بمعنى ايه؟ ان انا لما اعمل الفتحة كده لازقة في السقف، فبكده انا هعمل اقل سقوط للجبسون بورد اللي هو تقريبا متوسط 15 سنتي، وبكده مش هقلل ارتفاع الدور عندي. اما حضرتك لو نزلت بقى بالفتحة دي 10 او 15 سنتي تحت السقف، فبكده كل ما تنزل اكتر كل ما ارتفاع الدور هيقل عندك اكتر. تاني سبب وده انشائي، لان الحيطة دي ممكن يكون فيها كاميرا، فحضرتك لو نزلت عن السقف قيمة من 10 ل 20 سنتي غالبا هيقابلك حديد تسليح سفلي للكاميرا، وممكن الكور يقطعه من غير ما ياخد باله، وساعتها ممكن تسبب مشكلة كبيرة جدا في السقف. تالت سبب، لان برضو لو دي كاميرا فأقل منطقة فيها عزوم أو إجهادات في الكاميرا هي المنطقة العلوية، ولو الكاميرا دي بين عمودين فأفضل مكان تفتح في الكاميرا هو في نص الكاميرا بس في المنطقة العلوية، لأن دي أقل منطقة فيها عزوم وإجهادات في الكاميرا، ويعتبر ما فيهاش حديد تسليح رئيسي للكاميرا.